الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم اجعلها ايام مفترجه على امه محمد اجمعين يا رب، واجعل على الامه الاسلاميه كلها باليمن والخير والبركات. النهارده هنعمل بقى فته مع بعضنا. انتوا عارفين ان رودينا بنتي صايمه، وانا بقى يا دوبك جيت من الشغل، يا دوبك يعني ساعه علقت على اللحمه استلقت وقلت اعمل الرز والصلصه بتاعت الفته. مفيش اسهل من الفته يا جماعه. انا حاطه الرز بشوحه، وهنا حاطه التومه بحمرها، بعمل كله مع بعض عشان الوقت. هنا بشوح الرز، كنت بصور بايد وبقلب بايد. هنادي دلوقتي على رودينا بنتي تصورني. رودينا جت اهي بقت تساعدني تصورني، رغم ان والله صعبانه عليا ان الوقت طويل جدا، وهي طفله يعني 11 سنه طفله. دي الحمد لله والشكر لله، دي تاني سنه رودينا بنتي تصوم فيها 9 ايام، وبتصوم الستة البيض. فيا رب كده يقويها يا رب. انا وانا كنت صغيره زيها كنت كده، بس طبعا انا مع الحر ما اقدرش ان انا اصوم المده دي مع خروجي في الشغل والحر والكلام ده صعب قوي عليا. هنا بشوح الرز. طبعا الرز يعني حاطه شويه زيت ونص معلقه سمنه، وبشوح الرز بيهم. وهنا بحمر التومه، واول ما تحمر وتديني لون ذهبي هنزل عليها بالخل. شايفين لونها احمر بس كده يبقى لونها ذهبي، عشان ما احط الخل هتفتح. راستم مش كبيره. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ودعمي وتشجيعي يا حبايبي. هنا حطيت شويه خل حلوين كده، عشان انا باخد منهم شويه، بشيلهم كده في طبق بحطهم على وش الفته. انتوا بقى فته بالثومه والخل ازاي؟ وان شاء الله هنزل الايام دي هجيب كوارع وكده، واحاول اصور لكم وانا بشتري. هاخد كبشه شوربه عليها، كنت هنسى من السربعه ومش هحط شوربه، لا بحط كبشه شوربه. انا كده انا هفصل. مش هتشوفوا الحركه دي، انا مش فصلت هنا وشغلت تاني. حطيت طبعا كبشه شوربه وخليتها غلت. ولما غلت خدت شويه بتاع كبشه كده، خدتها في طبق صغير عشان بحطها على وش الفته. بحط عليها فلفل اسمر وملح. هنا بقى حطيت بعد كده، رحت حاطه، كان عندي شويه طماطم صغيرين في الفريزر كده حطيتهم، وحطيت عليهم كيسين صلصه. وساعات بعملها بالصلصه بس بتبقى جميله على فكره. هقلبها بقى، هغطيها بس تغلي وحته الطماطم دي تفك، وهنتبلها مع بعض. وطبعا الرز بتاعنا حطيت له الملح وحطيت له ميته وسايباها. اوريكم حطيت طبعا الميه بتاعته، بس عشان الوقت ايه حطيته على طول. دي اللحمه بتاعتي خلاص يعني هي يعتبر استوت. انا حطيت لها الملح بس تغلي غلوتين كده، عشان اللحمه تشرب من الملح بتاع. على فكره يا جماعه اللحمه دي بتاعت المنفذ، يعني انا بسجل لكم الفيديو بنزله بعد ما اكلتها. هقول لكم عليها تاني، بس اما اقول التوابل اللي حطيتها هنا. انا حطيت ملح وفلفل ومكعب مرقه، مش اكتر من كده. واسيبها بقى لحد ايه، هي مش هتتسبك كتير، ان اكتريتها صلصه اكتر من القوطه، فمش هتتسبك كتير. وبحط يعني شويه سكر صغيرين، ده فلفل اسمر اهو. واحط شويه سكر صغيرين بس ما تصورش موضوع وانا بحط السكر. طبعا اللحمه بتاعت المنفذ دي انا حبيت ان انا اجيبه واجرب، ان سعرها حلو 240 جنيه طبعا بالنسبه للحمه اللي بنجيبها من بره. عايزه اقول لكم نفسها حلو جدا، ريحتها حلوه جدا. هنا انا محمره العيش. الصراحه حمصته في الفرن، لكن انا لو مش مستعجله بقطعه بالمقص وبقليه في الزيت. وبقليه في الزيت. هنا بقى انا بطبق الاكل بتاعي بقى كان استوى. بطبق بقى، حطيت طبعا معلقه صلصه الاول في الرز، بقلبها كده تشرب من الرز. وبعد كده بحط بقى كام كبشه شوربه، ما بكترش الشوربه عشان العيش ما يبقاش ايه زي عيش الفراخ كده، ما يبقاش طري. طبعا العيش ناشف ومحمصاه جامد جدا.
هتحطي بصوا هتلاقيني اللي هو بس ايه يعني حاجه بسيطه. وطبعا العيش انا ما بحطش عيش كتير، يعني دول رغيفين مش كبار، العيش السياحي الصغير ده دول رغيفين بس، عشان انا بحط الباقي رز. احنا بنحب الرز في الفتة اكتر من العيش. طبعا قلت طبق كده اسرع عشان اغرف على طول. ده شغل اللي بنعمله لما بنيجي نطلع عيش ولحمة وكده، او علب رز ولحمة. يا رب قويني كده يا رب وقدرني يا رب، دي ظروف تصلح كده، وعايزه اعمل لمحمد اخويا والله. احنا كنا عاملين له من قريب والله، الله يبارك له، احمد اخويا كان عامل له من قريب، كان مفرق برضو لحمه ورز في علب. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته يا رب. رجاء الدعاء لاخويا بالرحمه والمغفره، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له. انا عمتي الحمد لله عملت له عمره، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها يا رب، فرحتنا. بقى عملت عمره لبابا والماما واللحم ولمحمد اخويا. ربنا يا رب يديمها نعمه في حياتنا يا رب، ويبارك لنا في عمرها يا رب. خلاص انا كده الفته مفيش اسهل منها، بحط صلصه على الوش واحط شويه دقه من اللي انا شايلاهم. او اكمل لكم بقى اللحمه تحفه والله العظيم. تعرفي اللحمه حلوه ولا وحشه من ايه؟ لما تيجي تشوحها وتنزل ميتها. دي الدقه اللي انا شلت منها، حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل. لما تيجي اللحمه تشوحيها وتنزل ميتها تعرفي ان هي جميله وهتبقى طريه من جوه. لكن لحمه تحطيها تلاقيها بتتحروق او مش منزله ميه خالص ناشفه، تعرفي ان مش هتبقى حلوه، وهتبقى لحمه ناشفه مش طريه مش ناعمه. شايفين اللحمه والله جميله وحياه ربنا، وشربتها تحفه تحفه. انا جبتها النهارده الكيلو ب 240 جنيه. انا جبت نص كيلو عشان اجربها، عشان اشوف اجيب منها في العيد ولا، بس انا هجيب منها في العيد. بامانه حلوه بامانه حلوه، اللي هي امان دي حلوه قوي. وزي ما انتم شايفينها حمرا ازاي وجميله. عايزه اقول لكم الحته الملبسه دي فوق الميزان، يعني ده كله نص كيلو. شايفين شربتها عامله ازاي جميله، والف هنا وشفا. وبشجعكم ان انتوا تجيبوا من امان، بس مش اي امان، عشان انا جبت من اللي في المرج ما كانش حلو، جبت من اللي في سبيكو تحفه تحفه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو لذيذ عليكم، انا ما رضيتش اطول عليكم، وربنا يجعلها ايام سعيده عليكم وعلينا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.